مصر فيها رياضه 1200 نادي 5000 مركز شباب. مشروع قومي جديد للملاعب حوالي 4500 ملعب غير الانديه ومراكز شباب مصر، انديه خاصه. الانديه الاهليه بنحاول بكل قدر المستطاع ان احنا يعني نأهل حاجات كتير. من ناحيه الوزاره اكيد بنطلع بمشروعات مع التنسيق مع اتحاد الكوره، واكيد ده اتحاد الكوره حاطه في مشروعه. بدانا بقدر المستطاع كدوله ان احنا نعمل مشروع كبير زي كابيتانو وبرعايه فخامه الرئيس. مشروع كابيتانو قرب السن بتاعه الدوره اللي فاتت 168 لاعب في انديه مصر، منهم 2 هدافين مصر وفي 2 سافروا بره. عملنا مع ستار بلس ايضا الحقيقه اتفاق ناشئين غير سكاوترز وكشافين من الخارج، في اكثر من 4 لاعبين موجودين. كمان اتحاد الكوره الحقيقه دعم مع الوزاره في اكبر اكاديميه على مستوى العالم برايت دريمز. يمكن خدوا 9 مراكز شباب في مصر وعندهم مشروع حالي كبير جدا للتعليم التعليميه بره مصر وجوه مصر. ده فيما يخص دعم الدوله ودعم الوزاره. اكيد اتحاد الكوره مع مشروعه بيعمل لوائح تاسس النظر للقطاع الناشئين مع الانديه، تاسس كمان بالنسبه للخطوط الانديه والناشئين للفرق الكبيره بالذات مواد التسجيل. دي كلها حاجات فنيه. اكيد مشروع اتحاد الكوره هيكون فيه يعني خطط حاسمه للاهتمام، لكن ده ما يمنعش ان في الخطوات الاداريه الحاليه للتطوير ومنها سنه المنتخب الحالي. يمكن اتكلمنا مرارا وتكرارا في منتخب مصر. الحقيقه عندنا دوري، مش بتكلم عشان حاجه، الدوريات الافريقيه مش زي الدوري المصري، مش بصف ايجابي او بصف سلبي، لكن هو ده الواقع، بدليل ان معظم الدول الافريقيه بتكون موجوده عندنا يعني في الدوري بتاعنا. لكن يعني افريقيا عنصر اللاعبين موجودين بره في اوروبا اكثر من الصغر وبالتالي الاحتراف اكثر، لكن فرقنا موجوده ما بين نسبه خارجه من الدوري المحلي وبقى في يعني ولادنا المحترفين، بالاضافه لاتحاد الكوره الحقيقه عمل زي مش اداره جزء للمصريين اللي موجودين سواء الجيل الثاني والثالث بره مصر، وان ازاي يشارك في اداره التسويق. ده اللي انا عارفه اتحاد الكوره اكيد في جهد نطمن اتحاد الكوره بيه يعني الموجودين وفي خطه عمل. الباقي طبعا العلاقه بين الاتحاد واداره الانديه فيما يخص الكوره